راح الاتحاد الكوره فتح الساعه 8 عشان شديد قناوي قبل فتح باب القيد تاني يوم يكون قانونا ماشي صح. اتحاد الكوره هل هو اتحاد النادي الاهلي ولا اتحاد الكوره بتاع كل الانديه؟ كيف يفتح اتحاد الكوره المصري خصيصا لاحمد شديد قناوي عشان يودي الورق دوت بالليل، رغم هو الناس في المصري راحوا يوم السبت قال لك لا انا اسف دي اجازه رسميه تعالى لي بكره، لكن اتحاد الكوره ما قالش لاحمد شديد. مين احمد شديد؟ مين احمد شديد عشان الاتحاد الكوره يفتح له، ولا عشان احمد شديد رايح الاهلي فعشان كده الاتحاد فتح له؟ ومين سمح بفتح الاتحاد في يوم اجازته بالليل؟ ده كلام خطير وفي فساد اداري فظيع، عايزين نعرفه ايه القصه، ايه الحكايه، وايه الروايه مع اتحاد الكره المصري صاحب الفساد الاداري الكبير اللي لن يتوقف هذا الفساد الاداري في اتحاد الكره المصري. معانا الاستاذ كامل ابو علي. استاذ كامل اتفضل. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا استاذ كامل؟ الله يخليك يا كابتن، ازيك؟ صح. استاذ كامل، مش عارف حضرتك سمعت الاستاذ محمد ياسين ولا لا، بيقول يوم السبت احنا عندنا اجازه جمعه وسبت، وبقول له ما الاتحاد الكوره قال لي انا ماليش دعوه باتحاد الكوره، انا ما بفتحش يوم السبت وانا عندي اجازه، وقال انا ما حدش تقدم باي قايمه، بل بالعكس ده هم جايين يستفسروا بس عن فتح باب القيد امتى، مع ان مصر كلها عرفت ان 17 يوليو مناطق ما جالهاش جوابات رسميه بفتح باب القيد، ورغم كده السيد حمدي اتأيد، رغم ان منطقه السويس ما جالهاش فاكس رسمي بفتح باب القيد. طب مين أيد سيد حمدي في المنطقه في السويس؟ ومين خلى سيد حمدي يلعب امبارح رغم ان هو قايمه ثانيه باستثناء؟ ورغم ان كل الناس عارفه ان 17 يوليو ده فتح باب القيد لجميع انديه مصر في الاتحاد الدولي. رايك في هذا الكلام؟ ايوه، انا بقول لك يعني برضه موقف المنطقه غامض جدا بالنسبه لنا، منطقه بورسعيد. يعني وصلنا للمنطقه ديت يعني موجوده عشاننا، وياما فتحوا الابواب وياما فتحوا الشبابيك وفتحوا كل شيء على مدى تاريخ الانديه. لكن انا مش عارف الفتره دي بالذات ليه بيتخذ هذا الموقف. انا نفسي مره الاقي رد لهذا الكلام، لان طبعا يعني حاجه بتعمل احباط شديد جدا لنا كمسؤولين، واحنا في الاخر يعني بنخدم جمهور وبنخدم نادي في النهايه، ما عملناش اي مصلحه ثانيه الا خدمه هذا النادي وهذا الجمهور بس يعني. استاذ كامل معلش انا معايا اوراق وحضرتك بعتها لي وعقد اللاعب. ايوه، انا عايز حضرتك تحكي لي القصه كده واحده واحده عشان الجمهور او المشاهد يفهم، سواء اللي بيشجع النادي الاهلي او بيشجع النادي المصري، لان هو الاكثر اهتماما بالموضوع دوت. شديد قناوي عقده مع الحاج سيد متولي 3 سنين صح؟ ينتهي نهايه السنه الجايه. ينتهي مع الحاج سيد متولي ينتهي نهايه السنه دي ولا السنه الجايه؟ لا سنه، ليه سنه كمان. ليه سنه كمان. انت جيت أيوة. بعد ما تم التجديد لامير عبد الحميد وهاني سعيد وعبد السلام نجاح. سعيد وعبد السلام نجاح، وقعدنا مع احمد شديد. ايوه، طلب من حضرتك ايه؟ واتفقنا على الماديات وذات العقد وكل شيء، ومضينا عقد لمده 2 سنين، وهو قال طب انا حمد السنه الجايه كمان السنه اللي بعدها اللي هو 2012 2013 زياده، بس يعني انا عاوز يكون في شرط جزائي بحيث لو انا مش موجود في رئاسه النادي كاداه التخوف بتاعه ان مفيش الناحيه الماديه تكون مريحه بالنسبه لي. طيب تمام. انت دلوقتي احمد شديد قناوي بيقول ان انا عقدي بيقول 1,500,000 بعد السنه الاولى. دلوقتي العقد 2010 2011 على هذا الكلام. اتفضل. هو احمد عارف كويس جدا هذا الشرط موجود في العقد من 2012 2013. الدليل على كده ان مضينا عقد بسنتين اللي هو من 2012 من 2011 2012 و2012 2013، ورحنا نوثقه في اتحاد الكوره قالوا لا. نزلوا العطار قال لا يا جماعه احنا تضيفوا السنه دي هو الموسم 2010 2011. فرجعنا ومضينا شديد عادي تاني ومضى تحت كلمه 2011 2012 اللي هو شرط الجزائر. طب معلش يا استاذ كامل انا جايبها على الشاشه بس عشان الناس تقراها.
يحق للاعب، شفتوا الاتحاد المصري لكرة القدم شروط خاصة، يحق للاعب الانتقال إلى أي نادي آخر بعد انتهاء الموسم الأول من هذا العقد، وذلك بسداد مبلغ 1,500,000 جنيه موسم 2011-2012، وتحتيها ماضي أحمد شديد قناوي. اتفضل. يا فندم خلاص انا قريت اللي هي الشروط الخاصه بتاعه بالعقد، بس العقد نفسه، ايوه العقد نفسه مكتوب 2010 2011 2012 2011 2012 2012 2013، فهو استند للعقد نفسه لكن ما راحش للشرط الخاص اللي هو ماضي عليه بنفسه، وان هو يحق ليه دفع 1,500,000 بعد 2011 2012. كابتن خالد اتفضل. هقول لك على كلمه من الاخر يعني. لو واحد من بره وجاي شاف العقد وشاف العقد القديم اللي مضاه مفيش شك ان هيقول في 5 دقايق هذا اللاعب من حق النادي المصري. تمام. لكن انا قصاد النادي الاهلي، وفتح المنطقه، فتح اتحاد الكوره والحاجات دي كلها يعني بتصعب، لكن انا بقول لك في النهايه الحمد لله النهارده الموضوع حاول يعني بدا ياخذ الكلام بتاعنا، لان الموضوع مش بسيط. انا لو احنا وصلنا لهذا اتحاد الكوره خد قرار لصالح النادي الاهلي، انا اوعدك ان في خلال 2 3 هاخد القرار من الاتحاد الدولي ان هذا اللاعب حق النادي. طيب انا في من بنك احد البنوك معايا كمان ان انت دفعت له 200,000 جنيه يوم. السيد الاستاذ كامل ابو علي، تحيه وبعد الاشاره لطلبكم، نحيط علما بانه قد تم تحويل مبلغ 200,000 جنيه مصري لا غير، وذلك خصما من حسابكم طرفنا فرع 23 يوليو بورسعيد الى السيد احمد شديد احمد محمود قناوي لاعب النادي المصري بحسابه طرف فرع البنك، وذلك بتاريخ 16/1/2011. ده البنك. انت حضرتك دفعت له 200,000 جنيه من العقد الجديد؟ ايوه يا فندم. تمام. اتفضل. طب الاخر يعني انا عايز اسال حضرتك سؤال، الموضوع سهل قوي يا استاذ كامل. دلوقتي لو اتحاد الكره المصري فتح الاتحاد يوم السبت بالليل، انت عارف ان الجمعه والسبت اجازه في اتحاد الكوره، انه يفتح بالليل الساعه 8 بيخش الورق بتوقيت اليوم اللي دخل فيه، والجمعه والسبت اجازه. معنى ايه فتح الاتحاد الكوره لاحمد شديد قناوي عشان يثبت قبل فتح باب القيد يوم 17 ان هو طالب فسخ العقد؟ معناها ايه؟ معناها اللي كل فاهم معناها ايه. طب هل انت حضرتك ممكن تتوجه وتتاكد ان هو تقدم يوم السبت ويوم الاجازه؟ معنى كده ان ده يعني في حاجات فساد اداري، ولا بد من معاقبه هؤلاء الفاسدين اداريا اللي بيفتحوا بالليل عشان خاطر لاعب. كمان انا النهارده كنت بتكلم مع الكابتن سمير زاهر النهارده بخصوص كمان الكابتن طلعت يوسف، ممكن اوضح لك الامور بعدها. تمام. وقلت له هذا الموضوع، الاتحاد الرئيس لمجلس اداره، اتمنى ان يكون في موقف من السيد رئيس مجلس اداره اتحاد الكوره ومجلس اداره في التحقيق ومعاقبه، علشان ما يحصلش بعد كده. اصل مش ممكن يعني انا بعتبر عمليه يعني مش عاوز اقول هذا اللفظ الوحش يعني، بس هو فعلا حاجه مش مظبوطه، يعني حاجه مش مظبوطه خالص. طيب طلعت يوسف خلاص اصبح مديرا فنيا للنادي المصري. انا بطمن الجمهور النادي المصري، النهارده كان في مكالمه بيني وبين الكابتن سمير زاهر قبل الظهر، ووضحت له وجهه نظرنا ان احنا مش ممكن نستغنى عن الكابتن طلعت يوسف. وكابتن سمير زاهر وانا بشكره ان هو تقبل وتفاهم موقفنا. كابتن طلعت يوسف هو المدير الفني للنادي المصري، بدا عمله بالفعل وربنا وفقه ويكلف جهوده ان شاء الله يعني مع الجهاز بتاعه، ويقدموا لنا ان شاء الله موسم من احلى مواسم الكوره. واتمنى ان احنا نخلص مشكله شديد ده عشان نفوق لحاجات ثانيه ونفرح جمهورنا ان في افرار كتير جدا وحاجات كتير جدا في الطريق ان شاء الله هتسعد الجمهور بتاعنا ان شاء الله هذا العام.
شكرا الاستاذ كامل ابو علي من المغرب، وضحنا الحقائق بالاوراق